السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضية جديدة. احداث قضيتنا اليوم وقعوا في بلجيكا، ولكن غادي نتكلموا على واحد العائلة جزائرية. الاب غادي يهاجر لبلجيكا وغادي يتزوج بواحد السيدة اللي الاسم ديالها نسرين. نسرين واحد المرأة اللي مكافحة كتخدم على راسها واللي غادا جنب الحيط. غادي يرزقهم الله بأول بنية اللي غادي يسموها ملاك، ومن بعد غادي يولدوا البنية الثانية اللي كان الفرق بينها وبين اختها الكبيرة ملاك 11 عام. ولكن للأسف من بعد ما نسرين ولدت البنية الثانية غادي يتم الطلاق بيناتهم. غادي تطلق وهي في عمرها 34 عام، غادي تحضن على بنياتها وغادي تكمل طريقها في حل ما واقع حتى شي حاجة. وأهم حاجة كان عندها أنها تربي بناتها أحسن تربية، وخصوصا ملاك اللي كانت مركزة عليها وعلى التربية ديالها، لأن البنية الصغيرة يلا كان في عمرها عامين ونص. غادي تربيها بالشهادة ديال الجميع. ملاك كانت واحد البنت اللي كتقرا مزيان، كتحشم، واللي شادة في الدين ديالها. كانت كتعلمها الأخلاق وأنها تمشي في العادات والتقاليد ديال الجزائر. ملاك كانت واحد البنية اللي دايرة الحجاب، كتقرا القرآن، كتصلي، كتصوم، وكتحاول أن الأم ديالها تبعدها كل بعد على العالم ديال الغرب. ملاك كانت غادة على الهضرة ديال الأم ديالها وما كديرش ليها نهائيا المشاكل. ولكن اللي غادي يوقع، ملاك غادي يبدا يتغير السلوك ديالها شوية بشوية، وغادي تبدا كتبعد على الأم ديالها وعلى أفكارها، وغادي تولي كتنحاز للمجتمع ديال الصحاب والمدرسة والمجتمع الغربي اللي عايشة فيه. غادي تولي منغامسة في التليفون ديالها والنهار وما طال وهي شادة التليفون وسادة عليها. الأم غادي تلاحظ أن التليفون ديالها عامر بلي زابليكاسيون ديال الشات والتعارف. شنو كيديروا هاد لي زابليكاسيون عندها وهي مازال في هاد السن؟ مع من كتهضر ومع من كتشاطي؟ هادو هما الأسئلة اللي كانت دائما كتطرحهم وكتقولهم مع راسها. أول حاجة غادي ديرها الأم هي غادي تحاول تقرب البنت ديالها، ولكن ملاك كانت دائما كتحاول تبعد عليها، خصوصا أن التليفون ما كانش كيتحط قدام الأم باش أنها تقلبه وتعرف أشنو فيه، وخصوصا أن دايرة فيه بزاف ديال لي كود، وهادشي اللي كان كيضر الأم بزاف في خاطرها. هنا غادي الأم تبدل المعاملة مع بنتها ملاك، وغادي تولي صارمة معاها، وفما كتكون شادة التليفون في يدها كتجي وكتحيدو ليها، واخا أن ملاك ما كانتش كتبغي وكتبقى تغوت وكترفع صوتها لدرجة أنها واحد الفترة ما بقاتش كتعطيه ليها نهائيا. والبنت هضرة جوج كتقول ليها غادي نمشي عند الأب ديالي، كتقول ما بقيت لقيت حتى شي تخريجة معاها، والمشاكل نهار على نهار كيتزادوا. وملاك كانت كترد الأم ديالها هي اللي معقدة وما مخلياهاش تعيش السن ديالها، وأن صحاباتها كاملين كان عندهم التليفونات. حتى لواحد النهار من عام 2021 الأم من بعد ما غادي ترجع للدار ما غاديش تلقى بنتها ملاك، وهذا الشيء اللي ماشي من العادات ديالها. هي ان فوا ما كتخرج من المدرسة مباشرة كتمشي للدار، لقات باللي هزات حوايجها وغبرات. الأم غادي تعلم البوليس، ومني غادي يتصلوا بالأب ديالها غادي يلقاوها مشات لعندو لواحد المدينة سميتها لياج. من بعد ما غادي يمشيو عندها البوليس ويستجوبوها، غادي تقول لهم أن الأم ديالي ما كتعاملنيش معاملة مزيانة، وكتغوت عليا وكتضربني وكتعنفني. وهنا خاص ضروري تفتح تحقيق، لأن هاد الشي في بلجيكا شي حاجة اللي ما مقبولاش وتقدر تمشي فيها للحبس. وغادي يفتحوا تحقيق مع الأم ديالها، واللي غادي تبرهن ليهم أن هاد الشي ما منوش، وأن بنتها فقط كتمر من واحد السن ديال المراهقة. وحتى صحاباتها كاعترفوا أن العلاقة مع الأم ديالها واحد العلاقة اللي زوينة بزاف. داك الشي علاش غادي يعرفوا أن البنت كتكذب، ولكن قالوا ليها البوليس حنا ما نقدروش نبزوا عليها شي حاجة، إلا بغات هي تجلس مع الأب ديالها ما نقدروش حنا ندخلوا، وحتى انت ما تقدريش أنك تجيبيها لعندك بالسيف. الأب غادي يجلس مع بنته ملاك وغادي يقول ليها الأم ديالك راه غير كتخاف عليك وباغا لك الخير،
إنما هي شوية صارمة معاك، حينتاش حتى انت بديتي ديري بزاف ديال التصرفات اللي غريبة. هنا مالاك غادي ترجع وتسكن مع الأم ديالها، ولكن بشرط في أوقات الفراغ تعطيها التليفون. غادي يعيشوا هذيك الأيام الأولى عادية وطبيعية، ولكن واخا هكاك مالاك باقي ما عجبهاش الحال. هي كتفضّل تكون مع الأب ديالها، لأنها كتحس معاه بالحرية كتر مقارنةً مع الأم، اللي كتحس معاها بزاف ديال الأحكام وبزاف ديال الصعوبات، لدرجة أنها واحد النهار قالت للأم ديالها: "أنا باغي نمشي للياج مع صاحبتي نشوف الأب ديالي، راه عندها الطوموبيل." ولكن الأم كانت رافضة، خصوصًا أنها كانت واحد المنطقة اللي بعيدة عليهم بزاف. وقالت ليها: "إلا بغيتي تشوفي الأب ديالك أنا نديك وأنا نجيبك، ما كاينش صاحبتي تديك وتجيبك." فمن بعد الموضوع غادي يتطور ونسرين ما غاديش تقبل نهائيًا. نهار 5 شهر 1 2023 الأم غادي يجيها اتصال من عند ملاك تقريبًا مع 3 ديال العشية، وغادي يطلب منها أنها تخرج لأنها باغا تتغدى شي حاجة وغادي دير معاها حتى اختها الصغيرة اللي قلنا في العمر ديالها عامين ونص. نسرين غادي تقول ليها: "واخا سيري ولكن ما تعطليش." ملاك غادي تغبر تقريبا شي 3 السوايع، ومع هاديك الستة غادي تعاود تعيط للأم ديالها ولكن من واحد الرقم اللي غريب، وغادي تقول ليها: "أنا راه مازال غادي نتعطل شوية، مازال غادي نتغدى شي حاجة." المهم غادي تقول ليها: "واخا غير ما تعطليش." ولكن ما سولاتهاش على هذاك الرقم اللي اتصلت بيه. مالاك قطعت التليفون، وغادي يكون هذاك هو آخر اتصال اللي غادي يكون بيناتهم. نسرين مني سالات الخدمة ديالها مع هاديك 7:30 غادي تمشي للدار وما غاديش تلقى البنات بجوج بيهم، غادي تبقى تسنى ساعة ساعتين، وهنا نسرين غادي يبدا يدخلها الشك، خصوصا ملاك كان تليفونها طافي. الأم هنا غادي تبدا تعيط لكاع الناس اللي كتعرف، صحاباتها الأب ديالها، ولكن حتى شي حد ما شاف ملاك. تماك غادي تمشي تبلّغ بالاختفاء ديال بناتها عند البوليس. البوليس أول حاجة غادي يديروها هي غادي يتصلوا بالأب ديالها لحنتاش فايتة دايراها، ولكن الأب ما كايناش عنده ملاك. هنا غادي يعرفوا أن البنات في خطر. الأم العقل ديالها كان غادي يخرج، ما خلات فين مشات المدرسة، مشات دوق على صحاباتها، وغادي تبقى تسولهم: "واش قالت لكم شي حاجة؟ واش مشات لشي بلاصة؟" ولكن للأسف ما غادي تلقى حتى شي راس الخيط. الأم من بعد غادي تفكر شي حاجة اللي مهمة بزاف، غادي ترجع عند البوليس كتجري، وغادي تعطيهم التليفون ديالها، وغادي تقول لهم باللي ملاك عيطات ليها من واحد الرقم مجهول، حاولوا أنكم تعرفوا هذا الرقم. فعلا البوليس غادي يتصلوا بهذا الرقم، ولكن غادي يكون طافي التليفون. هنا غادي يصيفطوا هذا الرقم للخبرة، وغادي يعرفوا ديال من هذا الرقم، ويعرفوا المكان اللي كاين فيه. غادي يبقاو يتسناو الليل كامل، والغد في الصباح غادي يقدروا يعرفوا هذا الرقم فين كاين بالضبط. في هذاك الليل الأم ما نعساتش، كتمشي وكتجي وكتسول كاع الناس اللي ساكنين تماك، وكتطبع تصاور بناتها وكتفرقهم وكتعلّقهم في أي بلاصة. البوليس من يعرفوا البلاصة ديال هذا الرقم غادي يمشيو فالحين تماك، وفعلًا غادي يديهم الGPS قدّام واحد المطعم اللي مهجور، واللي ما كيمشيلو حتى شي واحد. ملي غادي يدخلوا غادي يشوفوا قدّامهم واحد المنظر اللي غادي يصدمهم في البلاصة. يالّا غادي يحلوا الباب ديال المطعم، غادي يلقاو واحد الجثة اللي معلقة قبالتهم، راجل اللي شانق راسو بالسمطة ديال السروال ديالو. البوليس هنا غادي يعرفوا باللي القضية كبيرة بزاف. الحاجة الوحيدة اللي غادي يلقاوه هو البسطام ديالو اللي فيه كاع الوراق والوثائق ديالو، وغادي يعرفوا هذيك الساعة باللي كيتعاملوا مع واحد السيد اللي الأصول ديالو بلجيكية، واللي الاسم ديالو أوليفيي. أوليفيي في العمر ديالو 37 عام، هو واحد الإنسان اللي مطلق واللي عنده 3 ديال الولاد، ولكن عنده بزاف ديال المشاكل مع الطليقة ديالو. واخا طلقو كان كيتعرض ليها وكيضربها وكيجبد معاها الصداع، لدرجة واحد النهار حاول يشعل ليها العافية في الدار، وهذا الشي علاش تشد واحد الفترة اللي طويلة بزاف. أوليفيا عنده بزاف ديال السوابق، تشد ما مرة ما جوج، وآخر قضية تشد عليها هي الحريق ديال الدار لمدة ديال 5 سنين.
ولكن قبل ما غادي يكمّل 5 سنين غادي يخرج سراح. ولكن من هاد الشي كامل، شنو العلاقة ديال الاختفاء ديال ملاك وأختها بهاد السيد اللي في العمر ديالو 37 عام؟ شنو هي العلاقة اللي غادي تكون كتجمعهم؟ مني غادي يسولوا الأم واش كتعرفي هاد السيد، غادي تقول لهم باللي عمري ما شفتو في الحياة ديالي. هنا البوليس غادي يعرفوا باللي شي حاجة اللي غريبة، وهنا غادي يبداو يديروا البحث ديالهم، وغادي ينتشروا بزاف ديال الفروق في هذيك البلاصة، وغادي يبداو كيقلبوا. واول حاجه غادي يلقاوها من بعد امتار من هذيك البلاصه اللي لقاو فيها الجثه ديال اوليفيي، غادي يلقاو الطوموبيل ديالو اللي كانت مسدوده. منين غادي يحلوها، غادي يلقاو البنيه الصغيره اللي عندها عامين ونص، الحاله الصحيه ديالها كانت سليمه، وغادي ينقلوها هذيك الساعه للسبيطار لان الحاله النفسيه ديالها كانت خايبه بزاف. البنت غير حل عينيها وما قادره تقول حتى شي حاجه. من بعد غادي يحاولوا يقلبوا فين هي ملاك، بداو كيقلبوا في هذيك المنطقة، ولكن ما لقاو حتى شي حاجة. هنا مني كانوا كيديروا التحريات ديالهم باش يلقاو ملاك، غادي يجيهم اتصال مع هذيك ال11 ونص ديال الصباح. واحد الولد كان كيجري في الغابة، شوية غادي يشوف شي حاجة اللي مليوحة واللي كبيرة، غادي يفهم شي حاجة ماشي هي هذيك. بقوة الخلعة مسكين غادي يتصل بالأم ديالو هي الأولى، وغادي يقول ليها راه كاينه شي جثه اللي مليوحه في هاد الغابه. غادي يطلب منه ما يقربش ويعيط للبوليس. فمنين غادي يعيط ليهم، غادي يجيو هاديك الساعه غادي يطوقوا هاديك المنطقه، واللي تبين فعلا باللي كاينه جثه ديال البنت، وهاديك الجثه للاسف ديال ملاك. مسرح الجريمه ما كانت فيه حتى شي حاجه من غير واحد الحجره كبيره كانت قدام الراس ديال ملاك، حجرة عامرة بالدم واللي كتبين أنها ضربات بها في الراس. غادي يهزوها وغادي يديوها للتشريح باش يعرفوا شنو اللي وقع هذاك النهار. هنا البوليس غادي ياخدو التليفون ديال اوليفيي وحتى ديال ملاك، وغادي يصيفطوهم للخبرة باش يعرفوا النوع العلاقة اللي بيناتهم. غادي تبين بالفعل أن ملاك عندها علاقة مع هاد السيد، كانوا كيهضروا في واحد التطبيق اللي الاسم ديالو سناب شات. في الأول أوليفيه غادي يدخل مالك بهذيك الهضرة: أنا نعاونك، واش عندك شي مشاكل؟ حس بيني فحال خوك، حس بيني فحال الأب ديالك، حتى أنا عندي وليداتي. وهنايا مالك بحكم كانت كدوز ببزاف ديال المشاكل، غادي تبدا كتفتح له قلبها وكتعاود ليه، كتقول ليه باللي الأم ديالها كتحكم فيها، ما مخليهاش تعيش الحياة ديالها، وكتدخل فيها بزاف. هو كان كيسمعها هذاك الشي بالضبط اللي كانت كتقلب عليه، وكيقول ليها هي ماشي من حقها، خاصو يكون عندك التليفون ديالك، ما خاصهاش تدخل في خصوصياتك. وهذا الشي كامل لقاوه في المحادثات اللي بيناتهم. أول مرة حاول يستدرجها مني قال ليها نديك عند الأب ديالك لياج. لحسن الحظ ديالها كانت منعاتها الأم ديالها من اللي كذبت عليها أنها تمشي مع صاحبتها لعند الأب ديالها في الطوموبيل. ومن بعد غادي يستدرجها المرة الثانية وغادي يقول ليها نخرجوا لشي مغازة نشري لك شي حاجة واللي غادي تكون هدية مني ليك. هنا غادي توافق، وهنا فين غادي تطرى هذيك الكارثة. ملي تم التشريح ديال ملاك، للأسف لقاوها معرضة للاغتصاب، ومن بعد تعرضت للخنق للمستوى ديال العنق ديالها بالأيدي، وباش يتأكد أنها ماتت غادي يضربها بحجر على مستوى الرأس، ولكن هي أصلا غادي تكون ماتت. الفرضية كتقول أنه قال ليها نديك عند الأب ديالك لياج، وهي وافقت، ولكن بشرط أنها تجيب معاها أختها الصغيرة باش الأم ديالها تخليها تخرج. مني وصل عندها للدار ركبوا في الطوموبيل وشد طريق لياج، يعني المنطقة اللي ساكن فيها الأب ديالها. تماك غادي يقلب الطريق ديالو وغادي يدخل الغابة، لأن الغابة اللي لقاو فيها الجثة ديال ملاك كانت قريبة لياج. الفرضية كتقول أنه سد على البنت الصغيرة في الطوموبيل وهبط ملاك وحاول أنه يتكرفس عليها، وبحكم أنها ما بغاتش فغادي يحاول أنه يتخلص منها. من بعد غادي يهز الطوموبيل اللي فيها البنت الصغيرة وغادي يدخل لهداك المطعم وينتحر. علاش انتحر؟ واش حس بتأنيب الضمير ولا خايف من الحبس؟ هادشي ما يقدر يعرفه حتى شي واحد. المهم انها الحياة ديال هذيك المراهقة الشابة،
واللي هي أصلًا مازال ما كتعرف حتى شي حاجة في هاد الحياة. الحياة ديال الأم ديالها كانت صعيبة بزاف من بعد ما فقدات بنتها ملاك. هنا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال القصة ديالنا.